السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم يا أبطال. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 60 ل 63 اللي هي مراجعة عامة على الوحدة الثالثة لغة عربية كتاب التقييمات. أول حاجة بيقول لك هنا نص الاستماع من الخيال للواقع. الفكرة الرئيسية للموضوع هتقوله الاختراعات بين الواقع والخيال. طب الفكرة الفرعية هتقوله الخيال بيحرك عجلة الإبداع. ما الذي ساعد الأخوان رايت في تحقيق حلم الطيران؟ الدراسات والتجارب العلمية. اكتب 5 كلمات جديدة تعرف معانيها. تقول له عصر يعني زمن، تكمن وهنا عندك أذهان اللي هي عقول، واقع يعني حقيقة. طيب الفكرة العامة للموضوع في نص من وراء الكاميرا. تقول له نبذة عن الحسن ابن الهيثم واختراعاته. من القيم اللي تضمنها الموضوع الفخر والاعتزاز بالعلماء العرب. الفكرة اللي بتعتمد عليها الكاميرا الحديثة اكتشاف طريقة عمل الضوء في الغرفة المظلمة. في أي شيء بنقتدي بالحسن الهيثم هتقول في حب الاستطلاع العلمي. أين ولد؟ هتقول له ولد في البصرة. عنوان الموضوع هتقول له الأفكار ودورها في صنع المستقبل. فكرة أعجبتك هتقول له إن كل اختراع بيبدأ بفكرة. تعبيرات جميلة مع التعليل هتقول له جهاز صغير غير وجه العالم. خبر كان بيأتي ممكن يجي مفرد أو جملة أو شبه جملة. إن لا يترددون هتقول له إن الناجحين لا يترددون، اسم إنه. بات العلماء تقول له يسعدون في حياتهم، ده خبر جملة فعلية. أبناؤنا مجتهدون، أبناؤنا تكتب الهمزة على الواو مش على الهمزة على نبرة. حدد الفكرة العامة للنص. نشر العلم أساس تقدم الأوطان. التعبير الجميل اللي مع التعليل هتقول له كم أقامت العلوم مدارسا، ده تعبير بيدل على كثرة المدارس التي أنشأها العرب. طيب هنا حبايبي صفحة 61 هتقول له هنا مواجهة الصعاب، وهنا هتقول له بالوعي النفسي ومعرفة نقاط القوة والضعف. علل تطوير الذات لا ينتهي ليه، هتقول لأنه مسار ممتد بيرافقنا طول الحياة وكل خطوة بتفتح لنا آفاق جديدة. معنى ينجز يعني بيتم ويكمل. مقدار كلمة يقلدونه ده بيشبهونه ويتبعونه. الأثر اللي تركه سلوك عمر في زملائه هتقول قرروا تقليده فصاروا ينظمون وقتها فشعروا بالسعادة والفخر. دي صفحة 61 وصفحة 62. هنا هتقول له العقل والتفكير، كمان العقل والتفكير. هنا هتقول له نعتمد على الله. الفكرة العامة للنص القرارات الصحيحة بتشعرنا بالثقة. اذكر خطوتين بتساعد على اتخاذ القرار الصحيح. هتقول له التفكير الجيد أولا واستشارة من أثق فيهم. يلا يا باشمهندس، معنى الأسيم يعني الظلم أو الظالم. هنا الفكرة الرئيسية تمجيد الشباب. وضح جمال الشاعر في كأن الزهرة ندى. هتقول له تعبير مجازي صور الشباب. صور شاعر الشباب بأنها زهور جميلة وهذا تمجيد للشباب. كلمة آفاق يا حبايبي مفعول به. دي صفحة 62. صفحة 63 الصفحة الأخيرة في كتاب التقييمات. كلمة النجاح في الجملة وأدرك أن السعي مستمر تقول له مضاف إليه مجرور. هنا هتقول له كان أبي قدوتي وده خبر مفرد. إن أخاك المجتهد بيحرص على اكتساب مهارات جديدة. الإنسان الناجح هتقول له يعرف قدر نفسه. ده احنا كده بيقول لك حدد الخبر. هتقول له يعرف قدر نفسه وده خبر جملة فعلية. صح وخطأ هي شباب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم بقى المراجعات ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. لو في اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. مع السلامة حبايبي.